لا الحمد لله 100 يعني الحمد لله. أستاذة أمل، عملنا عملية تضحية بصرف الليزر فيمتوليزك من أسبوع. قولي لي بقى، الحمد لله. النضارة كانت تعباكي إزاي؟ كنت عايزة تستغني عليها من إمتى؟ وإيه اللي حصل؟ تمام، أنا أصلا برا البيت ما بحط النظارة، وكانت مضايقتني يعني بس وقت القراءة ووقت يعني الشغلات بس اللي فيها تدقيق شوي بالنظر بحطها، بس غير هيك ما بحطها وبتضايقني. بس كان عندي مشكلة إنه كل ما بطلع ما أحطها يعني وهيك. فأجت فترة كنت بدي أعملها وما وقتها ما عملتها بسبب جفاف العين وقصص، فعملتها لبعد سنة والحمد لله نجحت. وكنت بفعل التوتر وهيك كنت خايفة وقلقانة، بس الحمد لله مع الدكتور الحمد لله استفدت كتير، ويعني الحمد لله حسيت بفرق كتير كبير. في حاجة مهمة، وهو استخدام أفضل تقنية موجودة في الوقت المناسب. أستاذة أمل شفناها من حوالي سنة، وكان النظر ساعتها مش ثابت، وكان عندنا شوية جفاف في العين، فقلت لها لا إحنا هنصبر، مش وقت هو أي تصحيح إبصار بالليزر دلوقتي، لازم نوفر كل ظروف المظبوطة لنجاح العملية، من أهمها ثبات النظر. شفتها من أسبوعين، كان النظر ثابت، طمنا على كل حاجة جوه عينينا وعلى الشبكية، وبعد كده اخترنا أفضل أنواع بالنسبة لها، وهي كانت تصحيح إبصار الفيمتو ليزر. قولي لي، جوه العمليات بقى خدنا وقت وكانت سهلة ولا متعبة؟ هو كانت سهلة بس حسيت الوقت شوي طويل شوية، بس هو عشان احنا بفعل بنشتغل على جهازين. بالظبط. كان في يعني أي في وجع؟ لا الحمد لله أبدا، حتى بعد العملية ما كان في كتير وجع. خدنا وقت قد إيه؟ تقريبا 10 دقايق أو 5 تقريبا دقايق. هي 5 دقايق في كل عين. 5 دقايق احنا بنبتدي بالجهاز الفيمتو ليزر، وبعد كده بنعمل بالاكسايمر. تمام. النظر أخباره إيه؟ لا الحمد لله 100 يعني الحمد لله. لا، هو احنا الحمد لله 150 على 100، احنا لا. النهارده شايفين 3 على 6، شايفين 1.5. الحمد لله كل عين لوحدها، يعني شايفه النمله على الحيطه هناك. الحمد لله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا رب. استاذه امل او مدام امل بقى، هي ان شاء الله جوازها كمان اسبوعين. إن شاء الله. الله يبارك فيك يا رب، شكرا لك.